السلام عليكم. معاكم محمد. النهارده هنتكلم على متصفح جديد او AI موديل جديد جدا، الا وهو Perplexity. ده متصفح ظهر فيه امكانيات رهيبه جدا جدا جدا، بتفيدنا حتى في الاوتوميشنز. يعني احنا متعودين على اي موديل موجود دلوقتي زي شات جي بي تي او حتى جيميناي. انت بتخش عندك تكست، بتبدأ تتكلم معاه وبيبدأ يرد عليك ويجاوبك على الأسئلة. عايز تنتج صورة، عايز تنتج فيديو، في حاجة معينة عايز تعرفها، بيساعدك انك انت توصل لها. لكن دوت اول اي ايجنت بيقدر ياخد اكشن على المتصفح بتاعك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان شركة بيبليكستي عندك عاملة ويب سايت فيه الاي اي موديل بتاعها وتقدر تستخدمه. يعني مثلا ممكن نستخدمه هو عادي، نقول له مثلا والله يعني حبة اقتراحات، هو بيقول لك حتى عليها. نديله اي اقتراح ذات نفسه، بيبدأ يعمل سيرش وبتاع ويبدأ يطلع لك الإجابة الخاصة بيه. حتى طريقة إجابته بتبقى منظمة أكتر كأبحاث أو الكلام ده. بس مش هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه، إن الكلام ده متوفر في أي موديل انت موجود عنده. أول ما بتفتح الموقع خاص بيهم، بيقول لك ان في كوميت داونلود كوميت دوت عباره عن ايه؟ ده عباره عن متصفح شبه جوجل كروم بالظبط جدا، بس في امكانيات الاي اي ايجنت. تعال نبص على بعض عليه. انت بتدوس له هنا داونلود، بيبدا يقول لك والله انت عايز تداونلوده على ايه؟ عايز تداونلوده مثلا على الماك، بتنزله على الماك. عايز تداونلوده على الويندوز، هتلاقيه ينزله لك على الويندوز، ما الى ذلك. طبعا انا منزله ومسطبه عندي. بعد ما بتسطبه يبقى عندك بالشكل ده متصفح عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. بس الجديد اللي موجود فيه هو التابة دي. التابة ديت بتبدأ تقدر تديله أوامر ويبدأ ينفذها على المتصفح دوت. يعني مثلا أقول له إيه؟ عاوز أشهر مطاعم موجودة في القاهرة. اوتوماتيك بيخش يعمل سيرش ويبدأ يجيب لك الداتا ديت اللي هو خاصة بيه. من جوجل ماب تقدر تدوس على اي حاجة، يبدأ يوديك على طول على المصدر او الحاجة اللي هو عايزها. ده برضه عادي، مش قوي. القوي فعلا ان هو يبدأ نخش مثلا، يعني تعالوا مثلا نخش مثلا على اليوتيوب. تخيل مثلا انك انت عندك اي فورمة او اي حاجة موجودة عندك على محتاجة اكشن، محتاجة رد. يعني لو جينا هنا اهوت، مثلا جوجل كاونت فري، ايوه نخش هنا على جوجل استوديو. تعالوا هنا نعمل حاجة بسيطة جدا، نقول له ممكن تساعدني في الرد على التعليقات خاصة بالفيديوهات. هو ده الرهيب بقى اللي فيه، ان هو ما اكتفاش بان هو يقدر يعمل سيرش او يقدر يحمل، يعني يبدأ يحلل الداتا اللي موجودة قدامك. لا، ده بدأ ان هو ياخد اكشن جوه المتصفح ذات نفسه. فيقدر زي ما احنا شايفين كده، هو بدأ يفتح المتصفح وبدأ يشوف الفيديوهات اللي معلهاش ردود، وهيبدأ يفتح بعد كده الريبلاي ويبدأ يقترح ردود او يكتب ردود خاصة بالتعليقات اللي تمت. حتى كمان احنا هنا بنلاقيه بيبدأ هنا على ايدنا يمين يبدأ يحلل التاسكات اللي هو بيعملها والردود بتاعت الايه الناس. طبعا انا ممكن اديله صلاحيات اكبر، اقول له لا رد انت، رد لي على الناس، ويبدأ الاول انت اكتب لي الكلام دوت، فهيبدأ يتفاعل. يعني مثلا ممكن اقول له حاجة تانية، عاوزك تحلل لي اداء القناة. هو دلوقتي هيبدأ يبص على القناة ذات نفسها ويبدأ يفتح التابة بتاعت الاناليسيس ويبدأ يقرأ الداتا اللي جواها، ويبدأ بعد كده يكتب لك الاناليسيس او التحليل اللي هو شافه من الفيديوهات ذات نفسها. فعلى ما اعتقد ديت اول مرة نبص عليها واول مرة نشوفها بالسهولة ديت او بالشكل البسيط دوت، وهو متاح عامة بشكل مجاني. وانا اتمنى ان الناس اللي بتشوف الفيديو دوت ما تبخلش علينا بسبسكرايب او التعليق ذات نفسه. واتمنى برضو ان هم يقولوا لنا قدروا ازاي يجربوه، قدروا ازاي يستخدموه. قبل بس ما اقفل الفيديو، يعني انا متوقع المتصفح دوت يبقى ليه تأثير كبير جدا، ان ده يقدر يساعدك في ملء الفورم، يقدر يساعدك في الردود على الناس، يقدر يساعدك في لو انت عندك فورمة كبيرة بتاعت ويب سايت عايز حد يملاها لك، هو ممكن يخش يقراها ويملاها لك. فهيبقى طفرة كبيرة جدا واحنا كل مرة او كل فترة بنشوف حاجة اقوى واقوى جدا في مجال الذكاء الاصطناعي. شكرا جدا، كان معاكم محمد، مع السلامة.